سيف الدين الجزيري يوافق على الرحيل عن الزمالك بشرط. كشف مصدر أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أبدى استعداده للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال طلب النادي الاستغناء عن خدماته بشرط الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة. وكان الجزيري قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين إضافيين، وتم توثيق العقد بشكل رسمي في اتحاد الكرة المصري، إلى أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على بعض مستحقاته المتأخرة، ويصر اللاعب على أخذ كامل مستحقاته قبل اتخاذ أي خطوة نحو الرحيل عن نادي الزمالك. واكد مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات خاصه ان الجزيري يفضل البقاء داخل صفوف الزمالك في ظل ارتباطه القوي بالجماهير ورغبته في الاستمرار، لكن في الوقت ذاته لن يقف امام رغبه الاداره اذا قررت التخلي عنه بشرط الحفاظ على حقوقه الماليه كامله. وياتي موقف الجزيري في ظل غموض حول مستقبله، خاصه في ظل تحركات اداره الزمالك لاعاده ترتيب اوراق الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قد يشمل تغيرات في الخط الامامي مما يجعل مستقبل الجزيري غير واضح مع نادي الزمالك. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.